ما يعملون العمل اللي تقوم فيه. الله بارك لي في أشياء كثيرة. أنا كنت أستطيع يا أخوان أني أشتغل بالمستشفى وأشتغل برا، أفتح عيادة. تلاميذي، أنا كنت من أوائل الأطباء الكويتيين اللي تخرجوا، تلاميذي كلهم الآن عندهم عمارات، الله يبارك لهم، عندهم ملايين. ولكن والله يا أخوان أعطف عليهم لأنهم يظنون أن السعادة في الجيب. السعادة بكم ريال موجود بجيبك؟ أنا أعتقد أن السعادة تحصلها في قلبك. ابحث عن السعادة الحقيقية، ابحث عن حسابك، مش في بنك الراجحي ولا الجزيرة ولا الهولندي. ابحث عن حسابك في بنك الله سبحانه وتعالى. إذا كان راجحي يعطيك 6% بالسنة، بنك الله يعطيك 700%. المشكلة أننا إحنا كمسلمين ما نثق بالله. بالصلاة نقول الله أكبر، لكن أول ما نخطو من المسجد طالعين المسجد نقول الريال أكبر والقرش أكبر. الله سبحانه وتعالى وعدنا بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر. ونقراها ونقول ما شاء الله لا إله إلا الله، وربما أفسرها لكم، لكن في أعماق قلبي أقول لا والله صدق الريال. الريال هو اللي يغير حياة الإنسان. كنت أكلم أخي خالد وأقول له ما عن فقر، إحنا عندنا خير. وزوجتي ورثت مبلغ كبير جدا من أبوها، بالنسبة لنا على الأقل بالنسبة لي، رفضت أن يدخل هللة واحدة إلى بيتنا، تبرعت فيه كله لأعمال الخير. لكن قضينا 5 سنوات يا أخوان في كندا ما عندها إلا ثوبين، وثوبين هي خيطتهم، واحد تلبسه وواحد غسله. احنا قادرين على أن نشتري 200 ولا 2000 ثوب لو حبينا. سيارتي السابقة عمرها 17 سنة وكنا نستطيع نغيرها كل سنة. فأخواني يجب نغير نظرتنا إلى هذه الدنيا. يجب أن نبحث عن منابع السعادة الحقيقية. السعادة ما تشتريها بفلوس. والله يوم من الأيام أذكر قضينا 3 سنوات في قرية نائية في مدغشقر، في قبيلة أصلها من عندكم من السعودية. يقولون احنا جايين من قرية اسمها حجاز، وجنبها قرية ثانية اسمها مكة، فيها رجال طيب يحبونه اسمه محمد، وما يعرفون عنه نبي. هاجروا قبل 1000 سنة وضاعوا، لا هم مسلمين اليوم ولا هم عرب، ولا يعرفوا يسمعوا بالسعودية ولا ببلاد العرب. كل يعرفونه أن مكة بالشمال لا زال عندهم بقايا إسلام. فثارت النعرة في نفوسنا، وقررت أنا وزوجتي نهاجر هناك. بنينا بيت وجلسنا مع الأيتام ومع طلبة المعهد هناك. بالليل بعد صلاة العشاء الكهرباء دائما تنقطع، فكل الأيتام والطلبة ينامون. احنا ما متعودين ننام بعد العشاء مباشرة. فأجلس أنا ومصهيب برا البيت، نقعد نطالع هالسماء، النجوم، هالغابات البعيدة رغم أنها ظلمة، نحمد الله ونشكره. في يوم من الأيام تلتفت لي أم صهيب، ما تقولي والله متى نروح الكويت؟ تقولي يا عبد الرحمن لو الله غفر لنا في يوم من الأيام ودخلنا الجنة، هل راح نحس بطعم السعادة بس ما نحصلها الآن؟ اعتبرت الحياة اللي احنا فيها في قرية ما فيها خدمات. والله يا أخوان كيس البلاستيك ما موجود فيها القرية. أذكر حتى جوني من جماعة تبليغ مجموعة من الأخوة من المدينة المنورة، وكادت أخواننا من السعودية والكويت غشمة، ما يعرفون الحياة في ظل الظروف. راحوا اشتروا طماطم، أعطاهم طماطم بيدهم، قالوا لك كيف تعطينا؟ نريد كيس. قال ما في كيس. فراحوا حطوها بجيوبهم، ومع الكلام نسوا وجلسوا، فصارت كاتشب. رغم الحياة هذه كانت تتساءل إذا كانت في جنة الله
لو دخلناها راح نكون سعداء مثل هذه. ليه؟ لأن كل يوم نطلع للقرى ونكلمهم عن الإسلام. كل يوم من أسعد اللحظات لما يجيني واحد ولا تجيني واحدة ويرفع السبابة ويقعد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.